المكر والخديعة أحد أهم العوامل التي ترجح كفة طرف على آخر في الحروب. منذ فجر التاريخ والجيش المصري أحد أفضل الجيوش في العالم، خاض 955 معركة. منذ فجر التاريخ لم يهزم إلا في 12 معركة منها فقط. نرصد لكم أبرز خدع عسكرية نفذها المصريون في حروبهم على مر التاريخ. والهدف من تسليط الضوء على هذه الانتصارات للجيش المصري ليس للتمجيد والركون إلى انتصارات الماضي والمبالغة فيها، بقدر ما هو لشحن الهمم وبذل المزيد من الجهد للحفاظ على هذا التاريخ العظيم. خطة معركة مجدو. عام 1468 قبل الميلاد نفذ الجيش المصري بقيادة الملك الفرعوني تحتمس الثالث خطة مفاجئة في مواجهة جيش القادشيين، إذ كان أمام الجيش المصري طريقين للوصول إلى منطقة مجدو، والتي تقع في شمال فلسطين الآن. الطريق الأول كان عبارة عن ممر جبلي ضيق محفوف بالمخاطر لا يتسع لمرور الجيش، كما أنه حال اكتشاف العدو ذلك ستكون خسارة فادحة للمصريين. الطريق الثاني أكثر سهولة وأمنا من سابقه، وعلى عكس المنطق اختار تحتمس الثالث الطريق الأصعب على اعتبار أن العدو لن يتوقع اجتياز الجيش المصري لهذا الطريق، وهو ما تأكد عندما باغت الجيش المصري القادشيين في حين كانت طلائعهم الاستكشافية تتمركز على الطريق الثاني، فكان النصر حليف الجيش المصري. خطة معركة حطين. في عام 1187 نفذ الجيش المصري والشامي بقيادة الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي خطة لا تقل عبقرية عندما عسكر بجيشه في منطقة حطين بين الجيش الصليبي وبين آبار المياه، فضرب العطش الجيش الصليبي وأنهك قواته قبل بدء القتال، فتلقوا هزيمة ساحقة فتحت الباب لجيش صلاح الدين لفتح العديد من الإمارات الصليبية واسترداد بيت المقدس. خطة معركة المنصورة. في عام 1250 قاد ملك فرنسا لويس التاسع الحملة الصليبية السابعة على مصر، حيث نزل مدينة دمياط واستولى على المدينة. في طريقه للقاهرة مر على مدينة المنصورة التي تعاون بها الأهالي مع المماليك الذين حكموا مصر لصد العدوان الصليبي. وتمثلت الخطة في وضع عدة كمائن ومتاريس داخل المدينة والتظاهر بالهدوء والسكينة حتى تطمئن قوات لويس التاسع بأن الأهالي قد انسحبوا من المنصورة كما انسحبوا من دمياط، ثم الهجوم والانقضاض على الصليبيين على نحو مباغت لخلخلة صفوفهم، وهو ما حدث بالفعل، حيث أصيب الصليبيون بالفزع والاضطراب وتكبدوا خسائر فادحة وانسحبوا إلى دمياط، ولكن الممالك بقيادة توران شاه تعقبوهم وأسروا ملكهم إلى أن تم إجراء مفاوضات مع الصليبيين انسحبوا على إثرها من مصر، وتعهدوا بعدم غزو سواحل مصر مرة أخرى، ودفعوا فدية كبيرة مقابل إطلاق ملكهم من الأسر. خطة معركة عين جالوت. خطة نفذها الجيش الإسلامي وتحت لوائه الجيش المصري الذي كان يشكل التعداد الأكبر من جيش المسلمين بقيادة ملك مصر آنذاك سيف الدين قطز، حيث رتب الجيش في سهل عين جالوت الذي يشبه حذوة الحصان، واستغل هذا الوضع الجغرافي للسهل وأخفى جيوشه خلف التلال، ووضع كتيبة من أمهر وأقوى جيوشه بقيادة ركن الدين بيبرس عند شمال السهل لإغراء التتار بالنزول له، على أن تثبت أمام التتار فترة طويلة من الزمن، لتنزل بعد ذلك الجيوش الإسلامية وتطبق على التتار وتحاصرهم من كل الجهات. وقد نجحت الخدعة وكان النصر حليف المسلمين، وقتل كتبجا قائد تتار. خدعة يوم العبور. بعد هزيمة نكراء تعرض لها الجيش المصري عام 1967 على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقدت مصر على إثرها شبه جزيرة سيناء. تم إعادة هيكلة الجيش المصري، وبعد 6 سنوات فقط شنت القوات العربية حربا مشتركة لاستعادة سيناء لمصر ومرتفعات الجولان لسوريا. نفذ الجيش المصري خطة خداع استراتيجية عبقرية تمثلت في اختيار يوم عيد الغفران اليهودي لبدء الحرب، والذي يمثل يوم تراخ لأغلب قوات الجيش الإسرائيلي، بالإضافة لتظاهر كامل وحدات الجيش المصري بالتراخي التام وعدم الاستعداد للحرب،
إلى درجة لعب الجنود المصريين كرة القدم على شاطئ القناة وتناول القصب أمام الجيش الإسرائيلي. وفي تمام الساعة 2 من ظهر يوم 6 من أكتوبر بدأ الجيش المصري في الهجوم لعبور القناة بالتزامن مع هجوم سوري بمرتفعات الجولان. وأصيب الجيش الإسرائيلي بشلل تام من هول المفاجأة استمر لمدة 4 ساعات قبل أن يستعيد توازنه ويبدأ في التعامل مع الهجوم. وخلال هذه الساعات الأربع أكثر من 25% من تشكيلات الجيش المصري قد عبرت القناة بالفعل. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.